السلام عليكم. اليوم عندنا صندوق كامل من انواع ونكهات الريد بول الجديدة. يا ترى مين اطيب نكهة من هاي النكهات الجديدة ومين انصحك تشتريها اذا كنت حاب تروق وتشرب ريد بول بارد؟ السلام عليكم، هلا والله، شو الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. اذا اول مرة بتشاهد هاي القناة لا تنسى الاشتراك يا حبيبي ولايك للفيديو وعلق كومنت حلو مثلك امير يا جميل. فيديونا اليوم يا شباب راح يكون فيديو تقييم نكهات ريد بول الجديده اللي نازله بالسوق. شو سبب التقييم؟ لانه انت يا حبيبي انا بعرفك بتفوت على السوبر ماركت، انت بتشوف ألف نوع ريد بول، بتخاف تشتري هاي تطلع مش طيبه تكبر، بتخاف تشتري هاي تطلع كمان مش طيبه. فانا اليوم جبت لك فيديو مختصر، انا راح اقيم النكهات من 0 إلى 10 واقول لك مين اطيب نكهه، وانت عليك تختار لما تفوت السوبر ماركت. وفرت عليك فلوس، وفرت عليك وقت، وفرت عليك انك تكون بالنعمه. وتحذير كثير مهم، لا تشرب أكثر من 3 علب بالأسبوع. نصيحة، مشروب الطاقة يا شباب كثير مضر. أكثر من 3 علب في الأسبوع لا تشرب. أول نكهة معنا يا شباب النكهة البنفسجية يلي هي راح تكون التوت الأصلي. طبعا هاي نكهة التوت الأصلي. أكيد راح نجيب كاسنا الأسطوري. بسم الله. خلينا نشوف أول نكهة يا شباب قديش تاخذ معنا تقييم. يا عيني، أهم شيء يا شباب الريد بول يكون بارد. إذا ما كانت باردة عليها العوض. بسم الله. يا عيني يا عيني، شوفوا اللون لون أسطوري الصراحة من جوا. والله طيبة يا شباب، ما توقعت هيك الصراحة. أنا بالحالة الطبيعية ما بحب مثلا عصير أو كولا أو أي شيء، ما بحب أجيبه بالتوت. بس صراحة صدمتني، والله صدمتني إنه شو طعمة التوت اللي فيها خفيفة مش كثير. هل انت بالعاده بتشرب عصير في التوت بيكون فيه طعم التوت قويه قويه من نفس طعم المشافي تبع الدواء. بس والله تقييمها الصراحه راح تتفاجئوا. 7 من 10 الصراحه، والله طيبه. خلينا نروح على النكهه الثانيه يا شباب. النكهه الثانيه يا شباب معانا، النكهه هاي معروفه كثير، مش جديده نوعا ما تعتبر بالنسبه للثانيات، لكن اللي قبلها كانت طعم التوت. هاي طعمة التوت زائد جوز الهند، فيعني طعمها راح لازم تكون اسطوريه. كاسنا اسطوري. خلينا نشوف هاي الطعمه. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي يا شباب قلت لكم توت مع جوز الهند، طلعت النكهه او اللون. شوف محلاه، لون حلو الصراحه، لون سماوي خفيف. خلينا نشوف الطعمه. بسم الله. واو، والله انا مصدوم شباب. شوفي، قسما بالله اسطوريه. ايه، كمان مره. واو، صراحه كمان يعني 8 من 10. هذيك 7 من 10، هاي 8 من 10 شباب. يعني طعمها واو واو واو، والله طيبة. فيها شوفوا طعمة التوت مش كثير قوية، كمان طعمة الجوز الهند كاسر شوي من التوت، يعني معطي ميكس رهيب رهيب رهيب. هاي شباب كمان بردها أكثر يا محمد. شباب على النكهة الثانية، لأنه الصراحة لحد الآن النكهات ريد بول عم تفاجئني الصراحة. على النكهة الثانية، ألا 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 ألا، اجينا تقريبا لحد الآن على أغرب نكهة يا شباب. هذه صفرة كاتبين لك عليها تروبيكل شباب. بحثت عنها انا الصراحه ما بعرف شو هي. طلعت فواكه استوائيه، يعني تقريبا 3 نكهات: اناناس مع فريشن فود، زائد في نكهه ثالثه ما عرفتهاش. بس المهم هي يعني فواكه استوائيه جايه تقريبا تقول انه كوكتيل. خلينا نشوف. لحد الان الثانيات فازت، نشوف هاي راح تفوز ولا لا. هاي يعني ميكس تقريبا. حلو، يعني تقريبا لون اصفر، لون الحمضيات. بسم الله. كمان مرة، معليش معليش، عشان ما تقولوا هذا عم يمثل او عم يكذب. شباب طيبة. تقييمها 7 من 10. ليش قيمتها 7 من 10 مش 8 من 10؟
لانه هي شوف طيبه، لكن الناس يلي بتحب طعمة الحمضيات بالمشروبات الغازيه هاي راح تحبها كثير. مشروب غازي، مشروب طاقه، فيها نكهه ريد بول، وفيه هيك لدعه اخيره حمض. يلي بيشرب حمضيات بيعرف شو انا بقصد. يعني اذا بتحب المشروب الغازي يكون فيه طعمه حمض، هاي راح تحبها وراح تقيمها. انا بالنسبه لي الثانيات اطيب منها، بحب الحلا اكثر من الحمض بالمشروب، فطيبه ومايله للحماض اكثر. خلينا نروح على النكهه التاليه. والنكهه التاليه معنا شباب العلبه البرتقاليه. العلبه البرتقاليه يا شباب نكهه المشمش والفريز. نكهه مشمش وفريز. صراحه بعمري ما جربت مشمش مع فريز، ف خلينا نشوف. يعني اتوقع لازم يكون طيب يا شباب. مشمش وفريز نكهه جديده علي بالنسبه لي. شو هذا اللون شباب؟ ليش اللون احمر؟ طيب مشمش وفريز، فهمنا الفريز لونه احمر، بس المشمش وين اللون البرتقالي شباب؟ يعني ضحكين علينا بالعلبه. الطعم بسم الله. كمان مرة شباب في شي غريب. شباب صراحة تقييم كمان 8/10. طعمه طيبة. أول شي تشرب ريد بول، يعني هي ريد بول لكن نهاية المشمش مبينة الصراحة. المشمش واضح بالطعم. الفريز ما حسيت فيه الصراحة، والله الفريز ما حسيت فيه. مش واضح لما تخلص من الشرب. تقييم 8/10 يعني صراحة طيبة. النكهة الخامسة معانا شباب مثل ما انتم شايفين العلبة الخمرية، هذا اللون نحكي له وايت بيش، يعني الخوخ الأبيض. نكهة الخوخ الأبيض هاي هي العلبة شباب. الخوخ الأبيض. خلنا نشوف شو لون الخوخ الأبيض وشو طعمة الخوخ الأبيض. يعني حلو خوخ أبيض، يعني جايبينه لون مائي، تقريبا مائي معكر. بسم الله. كمان مرة لأنه الصراحة ما استطعمت. خفيفة كثير هاي. تقييم 6/10. الصراحة طعمات اللي قبل أطيب. يعني مش ولا برجع بعيدها الصراحة. طعمها عادي يا شباب. 6/10. وخلنا نروح على النكهة السادسة شباب. هاي النكهة الصراحة أنا متحمس لها. ليش متحمس لها؟ لأنه هاي النكهة نكهة الصبار. إحنا في سوريا بنحب الصبار كثير كثير. فهل يا ترى راح تكون شركة ريد بول جابت نكهة الصبار في المشروب؟ خلينا نشوف. صراحة هاي أغرب نكهة لحد الآن. اللون أحمر. طيب وين الصبار بالموضوع؟ وين الصبار؟ هذا هو الصبار شباب، فيه لون أحمر الصراحة. بسم الله. نكهة الصبار. صراحة شباب تقييم سريع 6/10. ما في نكهة صبار، ونكهة اللي حاطينها هي على أساس صبار. نكهة خفيفة. اللهم صل على النبي. فيها طعمة المعدن يلي بيكون مشروب طاقة ريد بول تبع اللي بدون سكر. هاي طبعا بتعرفوها موجودة هون. الصراحة 6/10 هذا لحد الآن أضعف شيء، ما عجبني. بالنسبة للنكهات اللي جربتها هذا أضعف شيء لحد الآن. هو يعني مقبول بنشرب، لكن أنا أرجع أشتري أنا بالنسبة لي لا، في نكهات أطيب منه. النكهة الأخيرة معنا شباب العلبة الحمراء يلي هي نكهة البطيخ. مين ما بيحب البطيخ؟ كلنا بنحب البطيخ. فأنا نشوف هل نجحوا إنه يسووا مشروب طاقة ريد بول بنكهة البطيخ. طيب نشوف. لون أحمر يعني إنه لون البطيخ. قبل منكم بسم الله. أوه شباب نكهة البطيخ فاجأتني الصراحة. شوفوا فيها طعم البطيخ آخر شيء.
صراحة برجع بشتريها. إيه هيك نكهة غريبة شباب. تحس حالك تاكل حلا يا شباب. حلا هذا اللي بيجي هيك حلو بآخر شي. طيبة الصراحة. تقييم 7.5/10. 7.5/10 نكهة البطيخ. نهاية الفيديو يا شباب وصلنا. شو أكتر نكهتين عجبوني؟ هذول النكهتين يا شباب مثل ما شفتوا في قلب الفيديو، نكهة المشمش والفريز ونكهة البطيخ. صراحة فاجأتني. هذول النكهتين توب وبرجع بشتريهن. أول ما تشوفن، أول ما تفوت على السوبر ماركت شوف هذول النكهتين، إذا كنت مشتهي تغير عن نكهة الريد بول الأصلية فجيب هذول الثنتين. الصراحة كثير طيبات. إن العلبة البرتقالية مشمش وفريز، العلبة الحمراء نكهة البطيخ ووترميلون. تمام. شو بيجي وراها؟ بنصحك اذا مليت من هذول الثنتين، هاي النكهة، نكهة التوت وجوز الهند. صراحة هذول الثلاث انا شباب راح يكون وبرجع بشتريهن في الايام الجاي لما اكون مشتهي ريد بول طبعا. وما راح اكثر اكثر من 3 علب في يوم واحد. اليوم هذا الفيديو اللي سويت لكم الفيديو شربت كمية كبيرة شباب، لكن انصحك لا تكثر اكثر من 3 علب في الاسبوع الكامل. تمام. هذول 3 نكات فازوا معانا. وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسى لايك والاشتراك للفيديوهات الجاية اللي راح تكون سلسلة جديدة جبارة على اليوتيوب. سلام عليكم.